مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترياني نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. جهود لتوسيع تنظيمات الدولة الشعبية في الجيش بركة. دعوة لزيادة مشاركة المجتمع في الحفاظ على السلم والأمن العام. تكريم الرياضيين الذين شاركوا في بطولات دولية بالإقليم الجنوبي. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لإيران. رئيس كوريا الجنوبية ورئيسة وزراء اليابان يعقدان محادثات قمة. الصين تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أفاد مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم الجاش بركة في اجتماع عقد بمدينة بارنتو في 12 من يناير أن المكتب سيركز على تعزيز وتوسيع تنظيماته في إدارات الضواحي والموظفين المدنيين في عام 2026. وفي كلمته خلال الاجتماع أوضح حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالجاش بركة السفير محمود جبرة أن الأنشطة الاجتماعية والتنموية التي نفذها أعضاء تنظيمات الجبهة في المديريات خلال عام 2025 حققت نتائج مشجعة، وأنه سيتم بذل جهود جادة لتوسيعها على مستوى إدارات الضواحي والقرى. من جانب ما شهد مسؤولو مكاتب الجبهة بالمديريات بالشؤون السياسية والإدارية بالمساهمات المالية والعينية التي قدمها الشعب والموظفون المدنيون لأسر الشهداء والمحتاجين، وأشاروا إلى أن عدم تجمع القرى ومشاكل النقل كانت من بين التحديات الرئيسية في معظم المناطق. أوضح قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم جرماي جبر ميكائيل أن المشاركة الفعالة للمجتمع ضرورية لضمان الأمن العام والحد من المخالفات المرورية، وأضاف أنه بحلول عام 2025 انخفضت معدلات الجريمة بنسبة 2.3% وارتفع معدل الحوادث بنسبة 4% بسبب تزايد المخالفات المرورية. وذكر أنه تم تسجيل ما مجموعه 2592 حادثا، مما أسفر عن وفاة 30 شخصا وإصابة أكثر من 650 آخرين وتدمير ممتلكات بقيمة 16.5 مليون نقفة، موصيا الجميع بتوخي الحذر في أنشطتهم اليومية. وحث العقيد جرماي المجتمع على تعزيز المساهمة في السيطرة على الجرائم والمخالفات، خاصة أن أنشطة الشرطة مرتبطة بأنشطة المجتمع بشكل وطيد، مضيفا أنه يتم إجراء لقاءات مستمرة بالمواطنين من خلال تنظيم المحاضرات والحملات التوعوية. وأخيرا دعا كل من المشاة والسائقين بضرورة الالتزام الصارم بقوانين المرور لدى استخدامهم للطرقات. من جانبه حث شرطي المرور مسعود آدم المشاة والمركبات على اتباع الإرشادات التي تقدمها الشرطة والمحافظة على سلامتهم العامة باتخاذ الحيطة والحذر لدى سيرهم على الطرقات. وأشار الأمين العام لجمعية ملاك سيارات الأجرة سيد يتبارك حيلي أنه تم نشر أفراد مراقبة سلامة السير على الطرقات لضمان امتثال سائقي سيارات الأجرة بإرشادات الجمعية وقوانين المرور. أفاد مسؤول فرع الرياضة بالإقليم الجنوبي الأستاذ هيلة مريم قبل مدهن أن فرع الرياضة في الإقليم يعمل على إعداد رياضيين يمثلون بلادهم في مسابقات ألعاب القوى وسباق الدراجات الهوائية الوطنية والدولية. وأضاف أن الإقليم شارك ب 26 رياضيا في مسابقات أقيمت في دول مختلفة خلال العام الماضي، كما أن المنتخب الوطني للسيدات حقق أيضا نجاحا ملحوظا في رياضة سباق الدراجات الهوائية. وأشار إلى أن مشاركة الإناث في جميع مجالات الرياضة تعادل مشاركة الذكور، وحث إدارات المديريات على زيادة مساهمتها في هذا الصدد. وذكر أن مديرية دقم حالة هي مثال على الجهود المتضافرة لإقامة أنشطة رياضية على أساس مجتمعي، وأن المديريات الأخرى تحذو حذوها. كما أكد السيد هيلة مريم أن الخطط الرئيسية لعام 2026 تشمل تنظيم المسابقات الرياضية واستكمال أعمال بناء ملاعب كرة القدم في مندفرة وصنعة وصيانة ملعب كرة القدم بمدينة دوباروا. هذا ويوجد 344 فريقا و5208 رياضيا في 10 اتحادات رياضية بالإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى فريقين لألعاب القوى. يقوم مركز درعا الصحية الواقع بمديرية عبد القيح بجهود فعالة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وزيادة تغطية التطعيم. وأفاد مسؤول المركز الصحي أن المؤسسة تقدم خدمات التطعيم والرعاية ما قبل الولادة وبعدها، وخدمات الصيدلة وخدمات المراجعة الطبية وتحاليل أمراض الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسبة. وذكر أن نسبة تطعيم الأطفال قد وصلت إلى 100%، كما ارتفعت نسبة الولادة في المركز الصحي.
وأشار الممرض المساعد علاء الدين إسماعيل بدوره إلى أنه على الرغم من أن المواطنين يسارعون إلى المستشفى عندما يواجهون أي مشاكل صحية، إلا أن هنالك مشكلة تتمثل في عدم تناول الأدوية الموصوفة بشكل صحيح. وأشاد المواطنون بتلقيهم خدمات شاملة بفضل وجود المركز الصحي المتكامل بالقرب منهم. هذا هو يقع مركز زرع الصحي على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة عبد القيح، ويخدم إدارات ضواحي حلاي وحدش عدي ودرعا وأوهني وقربانبا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل الشركاء التجاريين لإيران في خضم حملة قمع تقودها طهران ضد تحركات احتجاجية تشهدها البلاد. وجاء في منشور لترامب أن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع بأثر فوري تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وهذا الأمر نهائي وحاسم. كان الرئيس الأمريكي قد هدد مرارا طهران باتخاذ عمل عسكري ضدها إذا وجدت إدارته بأنها تستخدم القوى المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام. وتعد الصين والبرازيل وتركيا وروسيا والإمارات والعراق من بين الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مع طهران. وأعلنت الصين رفضها لتصريحات ترامب. وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: موقف الصين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل. عقد لي جي ميونغ رئيس كوريا الجنوبية وساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان محادثات قمة اليوم بمدينة نارا باليابان. وأكد لي بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن التعاون بين بلاده واليابان أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل النظام الدولي المعقد والمربك، داعيا البلدين إلى اتخاذ خطوات نحو مستقبل أفضل. وقال أن كوريا الجنوبية واليابان أقامتا علاقات ذات منفعة متبادلة على مدى السنوات 60 الماضية منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربا عن أمله في توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والمجتمع والثقافة والتبادلات الشعبية. بدورها قالت تاكايتشي أنها ستعمل عن كثب مع لي لتعزيز الاستقرار الإقليمي، معربة عن أملها في أن تساعد زيارته في رفع مستوى العلاقات بين سيول وطوكيو. ووصل الرئيس الكوري الجنوبي إلى اليابان في زيارة استغرق يومين بهدف الحفاظ على الزخم الأخير في تحسين العلاقات. أعلنت الصين أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى دول التكتل. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الاتحاد الأوروبي سيصدر إرشادات بشأن الحد الأدنى للأسعار لمصدري السيارات الصينيين. ولم تذكر الوزارة بشكل مباشر ما إذا كان الاتفاق يتضمن إلقاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.5% والتي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية عقب تحقيق أجراه التكتل. وفرض الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم الجمركية لمواجهة تدفق طرز السيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر إلى أسواقه، معتبرا أن شركات صناعة السيارات الصينية استفادت من دعم حكومي غير عادل. في الخبر الأخير، كشفت دراسة جديدة أن محيطات الأرض سجلت في عام 2025 أعلى مستوى حرارة منذ بدء الرصد الحديث، في مؤشر واضح على تسارع تغير المناخ واستمرار تراكم الحرارة داخل النظام المناخي العالمي. ووفقا للدراسة التي نشرت، فإن المحيطات امتصت خلال عام واحد فقط كمية من الطاقة الحرارية تعادل استهلاك العالم من الطاقة الأولية على مدى نحو 37 عاما، وهو رقم يعكس حجم الاختلاف المتزايد في توازن مناخ الأرض. وتشير الدراسة إلى أن الزيادة في محتوى حرارة المحيطات خلال عام 2025 بلغت 23 زيتا جول، وبذلك فإن الحرارة الإضافية التي خزنتها المحيطات في عام واحد تعادل عشرات السنين من النشاط البشري في إنتاج الطاقة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جهود لتوسيع تنظيمات الخدمة الشعبية في إقليم الكاشمركة. دعوة لزيادة مشاركة المجتمع في الحفاظ على السلم والأمن العام. تكريم الرياضيين الذين شاركوا في البطولات الدولية بالإقليم الجنوبي.
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لإيران. رئيس كوريا الجنوبية ورئيسة وزراء اليابان يعقدان محادثات قمة. الصين تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.